سلام يا قوم. تاريخ 3 يونيو اللي طاف نزلت مقطع بعنوان المازوخي الخليجي. شلة مستثقفين أغلبهم دكاترة وظيفتهم في الحياة هو تحقير الواقع الخليجي واستصغاره أمام الآخر الفارسي، الآخر التركي، الآخر الغربي، الأقصى شرقي، الروسي. مو مهم من الطرف الثاني، المهم أن تظل حالة من استصغار الذات سائدة ما بين المواطنين الخليجيين. السؤال ليش يسوون هالشيء وليش حريصين على استصغار الخليج؟ شعوب وحكومات. ليش يسوون هالشيء؟ لأن البناء المؤسسي والثقافي والشعبي عند دول الخليج هو نظام أصيل تم إنتاجه من صميم البيئة الخليجية، بس هم اللي يبونه ويقاتلون عشانه إن يسوون سياسة إحلال لثقافتهم الحزبية المستوردة. وطول ما النفسية الخليجية واثقة بموروثها المحلي ومتمسكة فيه، فمعناته فشل في مشروع توطين الثقافة المستوردة. عندهم لازم تهتز هالثقة عند الخليجيين بين المواطن الخليجي وموروثه الشعبي. فيطلع نايف نهار يحقر العرب عشان في النهاية يحط اللوم على اللي يسميه الثقافة المادية لدينا في الخليج. وراه بشوي يطلع حبيبنا الغالي أبو مسعود علي المعشني ويقول لنا إيران قوية منتصرة مستقلة والخليج ضعيف منهزم تابع. طبعا ما تكتمل المعزوفة إلا لما يدخل عليك أبو فهد الدكتور عبد الله النفيسي يطير عيونه فيك ويعطيك إياها من الآخر. إيران حضارة حائك السجاد وأمة اختراع الشطرنج، ويطير عيونه أكثر فيك ويقول لك إياك واللعب مع الفرس. ليش كل مهتم بالتاريخ الإسلامي يحتقر العرب ويمجد الأعاجم؟ ليش كل قومي عربي يحتقر دول الخليج؟ العرب رب العالمين أكرمهم أن تنطلق الدعوة الإسلامية منهم، والخليج هم أصل العرب، الأصل الأقوى في البناء الثقافي وفي رسوخ الهوية العربية. عشان كذي الجماعة ما يضيعون وقت، سواء أصحاب الهوى الفارسي أو الهوى التركي أو الحزبلاوي، روح صوب الأصل مباشرة وهز ثقته بنفسه. خليك على دول الخليج وشعوب الخليج. اللي يجمع المعشني ونايف نهار والنفيسي وكم واحد معاهم يجمعهم انهم يعرفون ايش يبون. لكن في الفترة الأخيرة دش الملعب نوع جديد، نوع ما يدري ايش يبي، سوالفه ما لها راس ولا لها رجول غير الجدل وإثارة الجدل. جاسم وين رايح على هالسوالف؟ وين تبي توصل؟ والله أنا أسألك وأنا أدري أنك أنت براسك ما تدري ايش تبي. مرة أبو بكر رضي الله عنه مستبد، مرة تقول العرب لم تقم لهم في التاريخ دولة، مرة العرب مو بس لم تقم لهم دولة، لا تقول العرب مجموعة من الخونة. جاسم ليش مضيع عمرك كذي مع هالسوالف الدايخة؟ شاب وكشيخ وتعرف قصص تاريخية وفوقها عندك غماستين ما شاء الله. يعني ممكن تكون نايف حمدان مالنا ويوفقك رب العالمين وتشتري مزرعة باسبانيا ويصير عبود كربيجك. والله كان ينتظرك مستقبل حلو. ايش عندك رايح درب إثارة الجدل واستفزاز الناس؟ بالنهاية كيفك يا جاسم، بس مو تجينا بعد 2 وتقول اللي بيحط مقاطع القديمة راح ارفع عليه قضية نفس سالفة راعي ابو السراويل. يا جاسم الأعرابي اللي بال في بئر زمزم انشهر لأنه بروحه سواها، وقتها ما كان أحد يقبلها على نفسه. الحين في 1,000,000 واحد قاعدين يقلدون الأعرابي ب1000 شكل و1000 طريقة عشان الشهرة. أكل برجر ذهب وتصوير العطايا للوالدين وفسخ السراويل على الهواء وفسخ الفنايل في أفريقيا وغيره من أشكال التبول وانتم بكرامة في زمزم شرفها الله عشان الشهرة بس. جاسم بهالطريقة ما راح تبوق الشركة. طالع شركائك في الشركة منو؟ أهل فسخ السراويل والفنايل وبرجر الذهب، والشركة فلست يا جاسم. والله ما فيها شيء يماك وعساها من هالحال وردة. شوفكم على خير.